خۆشەویست هەموو لایەکتان زۆر بەخێر بێن. گەلی خۆشحاڵم کە لە ئەنستۆی تۆژینەوە گەشەپێدان ئەمڕۆ ئەو دانیشتنە سازە دەین بۆ ناساندنی نوێترین کتێبی ئاکادمی و ڕۆشنبیری بەناوبانگی عەرەبی کە تاریخێکی دوور و درێژی لە دۆستایەتیکردنی کوردستان و میلەتی کووردا هەیە کۆ دەبینەوە. من لەسەر جەنابی دکتۆر عەبدولحوسێن شەعبان قسە ناکەم چونکە جەنابی دکتۆر شێرزاد مامۆستای هەمومان قسە دەکات، بەڵام دکتۆر عەبدولحوسێن یەکێکە لەو تێکۆشەرانەی جیا لە مەوقعی علمی خۆی لە پلەی علمی خۆی وەکو سیاسیەک و تێکۆشەرێک بە درێژایی ژیانی دۆستی میلەتی کورد بەوە ماوەیەکی زۆریش وەکو پێشمەرگە لە شاخ بوو. بۆیە بۆ ئێمە شانازیەکی زۆرە. لەم دانیشتنەدا جاری یەکەم جەنابی دکتۆر شێرزاد نەجار قسە دەکات، دوایی بەڕێز دکتۆر عەبدولمەجید سەرنووسەری زەمان، ئەوە سێمین کەس دکتۆر نەجەد عەقراوی مامۆستای خۆشەویستمان قسە دەکات و هەروەها مامۆستا زەید الحەلی ڕۆژنامەنووسێکی دێرینی عێراقیە چوارەمین کەسە و لە ئاخیر پێنجەمین کەس کاک حەسەن عەبدولمەجید ڕۆژنامەنووس و پێشکەشکار کە زۆر ناسراویشە قسە دەکات. وادانراوە لە بینی خۆیان وادانراوە، ئێمە لە ئەنستۆمان نەکردووە. دکتۆر عەبدولحوسێن کە نووسەری کتێبەکەی و مناسبەتەکە بۆیە ئاخرین کەس قسە دەکات. جارێکی دیکە زۆر بەخێر بێن، زۆر خۆشحاڵم و شانازیەکەم بە وجودتان و لە زیاتی دۆستانیشم هاوکارانم لە ئەنستۆی تۆژینەوە گەشەپێدان سوپاسی دکتۆر عەبدولحوسێن و هەموو ئامادە بوان دەکەم. جەنابی دکتۆر شێرزاد ئەتوانێت دەست پێ بکات. ئێوارەتان باش، زۆر سوپاس بۆ کاکسەڕۆ و بۆ ئەنستیتیوتی گەشەپێدانی دیموکراسی بۆ ئەم دەرفەتە کە دەربارەی کتێبی ڕۆناغبیر و ڕۆشنبیر و سیاسەتمەدار دکتۆر عەبدولحوسێن شەعبان قسەی بکەن کە بەناوی دین العقل و فقه الواقع. مداخلەکەمان تەمان بە زمانی عەرەبی دەبیتن و هیوادارم کە سودمەند بیتن. مساء الخير، شكر موصول إلى معهد التنمية الديمقراطية والأقصر وقادر لإتاحة الفرصة أمام مجموعة من المثقفين للكلام عن كتابه الموسوم دين العقل وفقه الواقع. في الحقيقة يمكن اعتبار كتاب المفكر عبدالحسين شعبان الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية 2021 من الكتب ذات قيمة فلسفية اجتماعية سياسية، ومن ضمن حق الاجتماع علم الاجتماع السياسي حسب تصنيف بروفيسور جورج جبور. في هذا الكتاب يحاول دكتور شعبان أن يقدم صورة جديدة للدين كظاهرة إنسانية اجتماعية سياسية، حيث بدأ كتابه بحديث مقلق عن الدين والتدين والعلم والقانون بالقول: ما زالت الحقبة المظلمة تسكن الكثير من عقولنا، تتحكم في سلوكنا وتهيمن على عاداتنا وتقاليدنا لتفرض الركود والرتابة، لتجرنا إلى الماضي بدلا من التطلع إلى المستقبل. إذن الكتاب يبدأ على إشارة محدودة أو محددة: نحن نعيش في الحقبة المظلمة، وهذه الحقبة هي عصر من عصور التاريخ بسقف كئيب يعكس أوضاع الإذلال الديني والسياسي والأخلاقي. هذا الوضع يسميه دكتور شعبان بالوضع الاغترابي، يواجه المجتمع وبالذات الوسط الديني ويواجه العالم الذي يتعرض إلى تغييرات هائلة نقف أمامها مذهولين، لا حيلة لنا تجاهها سوى الخضوع لها. أمام هذه الصورة القاتمة فإننا بحاجة إلى الانفتاح والاستعداد الفكري لتفهم واستيعاب وتقبل ما يجري الآن في مستهل القرن 21، وهذا يعني أنه علينا أن نفهم روح العصر واختيار طريق الصحيح للتفكير المتمثل بالعقلانية والتحليل.
ومن هنا إذن يتناول دكتور شعبان ككاتب ناقد ومنظر ومحلل في كتابه بالدرس والتحليل مفاهيم الدين والعقل والواقع، أي أنه يبحث عن دين العقل لكي يفهم الواقع. فهل للعقل دين؟ عنوان: دين العقل. لا يصنع الدين تبعا لإرادة الإنسان أو بعمل عقلي محض، فالدين في شكله التقليدي ينتج عن ظواهر خارجة عن تلك الإرادة. اللحظات التاريخية هي التي تعمل على ظهوره. الدين ينطلق من تجربة عميقة فيها معاناة إنسانية وجدانية وعاطفية، إذن ينطلق من أرضية بحث الإنسان عن معنى لوجوده. في تاريخ الفلاسفة الكبار في نهاية العصر الوسيط اندلعت تجربة اجتاحت أوروبا في وقتها، وهي تجربة النقاش الجدلي بين أصحاب المعتقدات الفلسفية. أصحاب المدارس الفلسفية المختلفة لم يتركوا أي جانب في الحياة دون مناقشة أو جدل وسجال يتحول في كثير أو في أحيان كثيرة إلى صراع حاد بين المفكرين من أصحاب الاجتهادات والمدارس المختلفة. ومن جراء ذلك ظهرت دراسات ومعلومات أثرت وبعمق في حياة المجتمعات وتطورها. من الممكن الادعاء بأن الدكتور شعبان من خلال كتابه دين العقل وفقه الواقع يحاول إعادة تلك التجربة ويخوض جدالا فلسفيا دينيا بين الدين والعقل، وقد يكون في ذهنه ما طرحه الفيلسوف إمانويل كانت الذي عاش في الفترة 1724 إلى 1804 حول الدين في حدود العقل، وبالتواصل أو الربط ما بين الدين والعقل، فإنه ابتدأ من القرن السابع عشر حيث تحرر العقل الحديث عن مؤثرات خارجية. رغما عن الدين سواء المسيحية أو الإسلام أذن للعقل في العمل على كشف أسرار الطبيعة، ولكن دون أن يتعارض ذلك مع العقيدة الدينية. فالعقل والعقيدة هما من أشكال المعرفة يتكاملان تدريجيا للوصول إلى الوحدة. وطيلة قرون الوسطى أو الحقبة المظلمة كما يسميها الدكتور شعبان كانت العقيدة تتقدم على العقل، ولأجل تغيير هذا الترتيب أعلن ديكارت الخطوة الأولى عندما أكد أنه من الممكن تفسير كل ما يحدث تفسيرا ميكانيكيا، وهذا يعني أن العقل بدأ يفسر كل ما يحدث واقعا تفسيريا محضا. وطرح فيورباخ فكرته الثلاثية: الله، العقل، والإنسان. إذن العقل رجع إلى وجدان الإنسان. وقد لاحظ ماكس شيلر وجود قانون عام يؤمن بأن كل عقل له إيمان بإله معين. وكما كتب باكونين مرة حول الدين بأنه يجب أن لا تعمل سياسيا فقط بل دينيا في السياسة، دينيا بمعنى الحرية. وبالعودة إلى دكتور شعبان، في هذا الكتاب يقدم مشروعا فكريا لكنه مشروع غير مكتمل ويحتاج إلى استمرارية متفاعلة مع الزمان والمكان، وإن عدم اكتماله لا يعني أنه ناقص كما يفهم البعض. دكتور شعبان لم يشر إلى عدم اكتمال مشروعه بل عمل على الدفاع عنه. إن عدم الاكتمال ليس عيبا أو نقصا، إنما يعني أن مشروعه ما زال محافظا على حيويته وطاقته وديناميكيته، لم يتوقف ويستنفذ بل هو في حركة. إذن لذا يكتب دكتور شعبان: على الرغم من أهمية المشاريع الفردية في نقد الفكر الديني، فإنني أعتقد أن مشروعا كبيرا كهذا يحتاج إلى جهد جماعي ومثابرة حثيثة وتراكم طويل الأمد وشجاعة استثنائية لتحقيقه، مثل ما يتطلب فتح قنوات متعددة ومتنوعة تصب فيه وتصل إلى جوهره. في هذا المشروع يتكلم الدكتور شعبان عن دين العقل، وهدفه هو إصلاح المجال الديني بإضفاء صفة العقل والعقلانية عليه، وخصوصا لا يوجد فهم واحد موحد للدين، فإننا إذن بحاجة للعقلانية لكي يصبح الدين دين المعرفة والعقل لا دين الجهل والخرافة. ويعتبر الدكتور شعبان هذا التحديد رد على أي فهم خاطئ للدين. إذا ما يقدمه الدكتور شعبان في كتابه دين العقل
وفقه الواقع هو مشروع نقدي جديد متنوع باختصاصات مختلفة، ويحاول فيه أن يجد مخرجا للأزمة وتفكيكها. هذه الأزمة المواجهة للأمة هي أزمة عميقة ومركبة وطويلة في ظل قناعات لا تتزعزع رغما عن كل التغييرات التي طرأت على العالم. هذا المشروع التنويري يطرح في وقت تم فيه إفراغ الدين من إبداعه الدلالي وواقعيته السياسية والاجتماعية. وقد اتخذ الدكتور شعبان من إحكام العقل انسجاما مع فقه الواقع عبر الوعي بالتاريخ كمدخل عام لمشروعه الذي يفرق فيه ما بين الدين والتدين، فالدين هو منظومة قيمية إنسانية، بينما التدين هو عبارة عن ممارسات وشعائر وعادات. في مشروعه يؤكد دكتور شعبان على العدل الذي سيكون ضامنا للدفاع عن الوطن والإنسان، حيث أن هذا العدل يمثل محتوى المواطنة وجوهرها في الدولة الدستورية والقانونية الحديثة التي هي دولة المواطنة والحق. ولكن يظهر أنه لحد اليوم لم يقف أحد ناقدا وفاحصا ومناقشا، وذلك لأن العقل كما يقول هابرماس في مشروع الذي لم يكتمل له معين لا ينضب لا من الطاقة ولا من الخيال ولا من الطموح، ولأن حركة العلم التراكمية لا تتوقف، وهكذا حركة الزمن لا تتوقف كذلك. هذه هي العناصر الأساسية المكونة لبنية الحداثة. ما دامت هذه العناصر لا تكتمل فإن الحداثة لا تكتمل أيضا، فالحداثة يمكن أن تنتكس ولكنها لا تكتمل. إن مشروع دكتور شعبان يمكن تصنيفه كمشروع فكري تنويري ضمن حركة الحداثة التي هي مشروع لم ينجز بعد حسب رؤية هابرماس. في هذا المشروع التنويري استخدم الدكتور شعبان منهجا نقديا يماثل منهج ديكارت، هدفه هو بيان القواعد والإرشادات التي ينبغي أن نتبعها وكيفية استخدام ملكاتنا العقلية على وجه الأشمل، ويؤسس على دعائم الشك الذي سيصل إلى اليقين. المنهج النقدي العقلاني قاد إلى اكتشافات علمية، ولأجل تحرير السياسة من الدين وتخليص المجتمع من الخرافات ينبغي اعتماد العقلانية ونقد كل القضايا بما فيها القضية الدينية، ولكن هذا الشرط يحتاج إلى ترسيخ الحرية الفكرية. إذن المشروع التنويري للدكتور شعبان هو دعوة لتجديد الفكر الديني وتقديم تفسير جديد للنصوص الدينية المقدسة وفق أساس عقلاني. وفي هذا المنهج العقلاني يهدف الدكتور شعبان إلى إقامة مجتمع إنساني وحر. من المفيد أن نجري مناقشة هذه الأفكار للمفكر شعبان مع ما طرحه ماكس فيبر المتوفي 1920 قبل أكثر من قرن، أفكار حول الدين، في كتابه الشهير الاقتصاد والمجتمع. ويترتب على ذلك أن التفسير الاجتماعي للظواهر الدينية والمعتقدات الدينية كأية ظاهرة اجتماعية يأتي من الطريقة التفسيرية المستندة على الميثولوجيا المنهجية، حيث أن سبب معتقدات الفرد يتطابق مع المعنى الذي تحمله هذه المعتقدات بالنسبة له. وفقا لفيبر فإن فئة معينة من الناس تلتزم بمعتقد معين هو إظهار أن هذه المعتقدات منطقية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. لذا تظل كتابات فيبر حول علم اجتماع الدين ذات الصلة بسبب إطارها المنهجي والنظري. فيبر يؤكد أن التمسك بأي معتقد ديني أو علمي وكذلك قانوني يفسر من خلال حقيقة أن الموضوع يجب أن يكون لديه أسباب قوية للاعتقاد به. لم يكن فيبر وحده هو من يتبنى هذا الإطار النظري. المؤرخ أليكسي دي توكفيل متوفي 1859 قبله يشترك في نفس المبادئ النظرية والمنهجية، ويوضح أن الاختلافات الحياتية العيانية التي لوحظت بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في محتوى وتوزيع المعتقدات الدينية مفهومة. جاء ذلك في كتابه الشهير الديمقراطية في أمريكا. يقول فيبر أن الدين يشبه حالة السحر التي تجذب دائما النقاش غير المجدي إلى حد ما، والذي يزهر به الأدب الأنثروبولوجي الكلاسيكي حول العلاقات بين الدين والسحر. هل أحدهما سابق على الآخر؟ إذا كان كذلك أيهما؟
هل هم مكملون أم متناقضون؟ لأنه بالنسبة إلى فيبر يحتوي الدين حتما على جرعات أكبر أو أقل من السحر. علاوة على ذلك يسعى كل من الدين والسحر إلى أهداف محددة جيدة، ويحاولان تحقيقها بالوسائل القائمة على النظريات التي يجدها المؤمن مقبولة. بهذا الصدد يكتب دكتور شعبان أن هناك ثمة فوارق كبيرة بين الدين الذي هو منظومة قيم إنسانية وبين الدين الذي هو ممارسات وشعائر وعادات بعضها أقرب إلى ميثولوجيات وخرافات يشترك فيها الكثير من الأديان. ويضيف: إذا كان الأمر قد اقتصر في كثير من الأحيان على تفسير العقائد الدينية التي تتعلق بعضها بالظواهر الغيبية وتعطش البشر الروحي للشعور بالطمأنينة الداخلية، لا سيما في ظل عجز الإنسان عن تفسير وحل الكثير من الأسئلة التي تواجهه. إذن لجوء الإنسان المتدين للغيبية هو لكي يطمئن على وضعه ويرتاح. عنوان: لماذا المناظرات؟ يعني لماذا هذه المناظرة مع الفقيه البغدادي؟ أول ما يتبادر إلى الذهن: ماذا يريد دكتور شعبان أن يحققه من خلال هذه المناظرات؟ هل إنها تكون جزءا من مشروعه؟ نقول نعم، أنها تمثل جزءا من مشروعه. إذن هذه المناظرات تمثل جزءا وجوهرا لمشروعه الذي لم يكتمل بعد، لأن هذه المناظرات تتعلق بمستوى الإدراك والمعرفة. دكتور شعبان يكتب بأن ما يجمعه مع السيد أحمد الحسن البغدادي مشتركات كثيرة ومختلفات غير قليلة، وهذه على مستويات متنوعة: شخصية، فكرية، ثقافية، اجتماعية. ومن هنا يؤكد على علاقة عضوية سوسيو ثقافية بين الدين والتدين أساسها جهل الإنسان بذاته وبالآخر، إضافة إلى جهله بالطبيعة وغموض المستقبل. هذه القضايا تشغل بال الإنسان وتزيد من قلقه، والمسألة هذه غير محصورة بالفرد أو الأفراد، بل إنها تشمل كذلك الجماعات والمجتمعات، خالقة قضايا معقدة منها قضية الهوية إلى جانب قضايا مهمة مثل السلام، العدالة، المساواة. هذا الوضع يفسح المجال للصراع والجدل والنقاش الذي سيتحول إلى صراع كوني، حيث تراكمت عبر السنين أفكار ومعتقدات وقناعات اتخذت بعضها الصفة العلوية المقدسة. لذا يدعو دكتور شعبان إلى تعاون ومشاركة ونقد متبادل بين مدنيين حداثيين ودينيين مؤمنين، حيث يجب على الجميع الإيمان بحق الاختلاف والحق في النقد واحترام الخصوصيات. في كل هذا وفي إطار المناظرات هذه يحاول دكتور شعبان أن يلجأ إلى النقد كوسيلة من وسائل التواصل، طبعا في مفهوم هذا التواصل في مفهوم هابرماس أيضا. ما هو محتوى هذه المناظرة؟ يركز دكتور شعبان على 3 قضايا مهمة جدا، وهي العلاقة المركبة بين الدين والعلماني. ثانيا العلاقة بين الدين والدولة، كيف يمكن حل التناقض؟ هل يصلح الدين لكل زمان ومكان؟ وهل الإسلام فعلا دين ودولة؟ وما هي ملامح الدولة الدينية؟ وكيف نفرق عن الدولة المدنية؟ وما موقعها من الحداثة؟ وثالثا العلاقة بين الاجتهاد ولغة الفكر أو الاجتهاد وفكر اللغة. هذه القضايا الجوهرية في مناظرات دكتور شعبان أثارت جدلا واسعا، وخصوصا عند تناول مسألة المتعلقة بالعلاقة بين الدين والعقل، مشيرا إلى حوارات مهمة لفلاسفة كبار منهم هيجل الذي يفسر الدين بوصفه الرغبة في السمو الإنساني نحو الأعلى والأكمل، ومن خلاله يتجسد الإله. على العكس قام فيورباخ بنقد ذلك، ومنه استمد كارل ماركس رؤيته في شأن الدين. لقد استند الدكتور شعبان على حقائق مهمة في مشروعه التنويري، وهذه الحقائق تدور حول سلبيات رجال الدين وخشيتهم في محاولة توعية الناس واستبدال المفاهيم القديمة البالية بمفاهيم وسلوكيات واقعية تنسجم مع التحولات الكبرى في العالم والقائمة على الحق والعطاء والعدالة والحرية. وهذا يخلق بيئة مضادة وكارهة للأفكار التنويرية. لذا يكتب الدكتور شعبان: من أجل أن يكون عنصر التحرر والتغيير لا عنصر سكون وخضوع، وعليه لا يمكن قراءة النص الديني والقرآني تحديدا قراءة ماضوية محددة وتأويلا واحدا، ففي ذلك إساءة إلى حرية الفكر والتفكير. وهذا ما فعلنا مع فارابي وابن سينا وابن رشد.
الذين قرأناهم بطريقة دوغمائية، وحتى القراءات المتأخرة لهؤلاء ولنصوص الدينية تحاول حبسها في فهم خاص وطيب، مثلما تحاول حبس إدراكنا وقراءتنا لها، إلى درجة أن القرآن أصبح للتلاوة والترتيل والإعادة والحفظ، في حين أنه أهم كتاب إسلامي جامع ومفتوح وقابل للتأويل والقراءة المفتوحة، وهو ليس ملك لأحد، لفقيه أو عالم دين أو شيخ أو قارئ أو مرتل، بقدر ما هو ملك الإنسان الذي يستطيع قراءته وفهم معانيه وتمثل قيمة إنسانية. في كل هذه المناظرات والنقاشات يؤكد الدكتور شعبان على النقد كوسيلة من وسائل التواصل والتجاذب، وهو كما يؤكد كانت أفضل أداة تنموية وتطويرية اكتشفها الإنسان، وهو نقد يقوم على التمايز والخصوصية من جهة والقيم الإنسانية من جهة. لذلك نقول أن كتاب نقد العقل وفقه الواقع هو كتاب تنويري، وهو مشروع لم ينجز بعد، وشكرا جزيلا. مداخلتي هذه سبق أن نشرتها في جريدة الزمان بطبعتها الدولية وطبعتها العراقية، ولو قدر لي أو أتيحت لي الفرصة أن أكتب ثانية وثالثة وعاشرة عن هذا الكتاب لما تردد، إنه كتاب استثنائي. ومداخلتي بعنوان دعوة فكرية إلى دين العقل، استكمالا لكتابه الإمام الحسني البغدادي مقاربات في سوسيولوجيا الدين والتدين، التاريخ والسياسة. يواصل المفكر عبد الحسين شعبان مشروعه المعرفي العلمي التقاربي بإصدار كتاب دين العقل وفقه الواقع، متضمنا مناظرات مع أحد فقهاء النجف وأركان حوزاته الدينية. وتخترق هذه المناظرات بيئة محلية تتسم بالكتمان والتوجس، سواء بدروسها ومنطلقاتها أو بهوامش الاجتهاد في الشؤون العامة غير الفقهية ولا سيما السياسية منها. ويطرح المفكر الدكتور شعبان رؤى وقضايا إشكالية للفقيه أحمد الحسني البغدادي المعروف بتغريداته الخارجة عن السرب، عبر حوار ينطوي على عمق وإحاطة شاملة وإيمان بثقافة الاختلاف والتنوع والتكافؤ والمرجعيات. ويبدو لي أنه نجح في إزالة كثير من تراكمات مراحل سابقة اتسمت بالقطيعة التامة والعدائية أحيانا، بحيث تعذر بسببها الوصول إلى نقطة التقاء وسط أو مشتركات تؤدي إلى غايات إنسانية وثقافية، ولا سيما تلك التي تتصل بمصير وطن وأهداف أمة. ويدرك المراقبون لهذا الشأن حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن بعض الفتاوى التي صدرت بمناسبات وأجواء ملبدة أو ملتبسة في الحقب العراقية المختلفة، وبالمقابل كمية الهدر الزمني وضياع الفرص أزاء انعدام الاستعداد لدى الأطراف الأخرى لأي إمكانية على الحوار أو الالتقاء أو مجرد بحث القضايا الاجتماعية المصيرية. وتكمن أهمية مشروع المفكر الكبير شعبان في هذه المراجعة، إنه فتح كوة في بيئة لا أمل فيها بنهاية النفق، وبرغم تبدل الأحوال وتوالي الانقلابات فإن القطيعة ظلت قائمة والعداء ظل مستحكما، وخصوصا بين من يندرجون تحت مسمى المدنية وملحقاتها والدينية وتوابعها، في عصر متسارع شهد تحولات ثقافية لا حصر لها. وأزعم أن قدرة شعبان الفكرية واتساع نظرته إزاء الحياة كانت أحد عوامل هذا المشروع الذي يؤمن على حد قوله بجعل الاختلاف أداة تفكير وإيمان بحق التنوع والحق في التدين وعدم التجاوز على الدين وحرية الاختيار. وهو ينطلق في ذلك من القول إن صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. كان المشروع جريئا بحكم كثرة المختلفات وعمق الأزمة النفسية، لكن شعبان ترك الهامش وتجول في المتن كما يقال، مستثمرا حبلا سريا غير منظور يربطه بالحسني،
في أجواء صداقية وعائلية ومدينية ووطنية، وبذلك فهو يؤسس منطلقات نجاح أو حوار في مناظرة منتجة لكشف الحقائق حتى إن كانت ذات صلة بالمقدس. وفي زيارة رافقت فيها الأستاذ عبد الحسين شعبان إلى النجف وقفت على حميمية الصداقة اللي تجمع المحاور بالمحاور، وجمال التهذيب الذي تنطوي عليه روحية رجل دين متبسط متفاعل غير متوجس، ولا يمانع في الولوج إلى العقد التي تواجه تجربة يعيشها في محيط منقسم حتى أزاء الفتاوى الفقهية ذات الصلة بالدين والحياة والطائفة. ورأيت أيضا الاستعداد الكامل لدى كليهما للمراجعة وعدم التشكيك بالنوايا. ومع أن شعبان شرح في مقدمة الكتاب الذي هو موضوع ندوتنا المشتركات التي جعلته قريبا إلى الحسني، فإني أضيف أن المفكر الكبير يتعامل بمنطق العفو ومروءة النسيان، بما يضفي عليه صفة رسولية أو رسالية نادرة. فقد قرأنا أو عايشنا معظم الحوارات بين النقائض فوجدناها تجري في غرف مظلمة أو تكون أحادية، ولذلك فإن فرص الدفاع والتفاعل والإيضاح تتهاوى وتنعدم، وبالتالي فإن المخرجات ودواعي النقد والإيضاح تتلاشى ثم تنعدم بالتالي المخرجات ودواعي النقد. وهنا يستحضرني قول جبران خليل جبران: الناس صنفان، صادق كالموت وكاذب كالحياة. في كتاب دين العقل وفقه الواقع يوظف التاريخ والجغرافيا لانتزاع معلومات وحقائق مجهولة في العديد من وجهات النظر والاجتهادات التي غالبا ما تم التضليل بشأنها أو جرى استخدامها بحجج غير منطقية في الهجوم على الآخر. إن الأستاذ عبد الحسين شعبان بدا لنا فقيها تقدميا حداثويا بمقدار ما هو محاور فارس عنيد لرجل دين محكوم بمرجعياته ونشأته الأولى وتراكم المؤثرات التي عاشها في البيئة غير الناطقة، وأعني بها الحوزة التقليدية. اسمحوا لي أن أحيي الجهد الخلاق للمفكر الكبير الدكتور عبد الحسين شعبان الذي أكد مقولة توماس بارتليون: دون كتب سيصبح الإله صامتا والعدالة ساكنة، وستتوقف الفلسفات والعلوم، وستصبح الرسائل غبية، وكل الأشياء ستحدث في الظلام. وأدعو من هذا المنبر إلى ملتقى للحوار بين الأديان والمعتقدات والأفكار تنهي الوضع الاغترابي الذي تواجهه مجتمعاتنا، ولا سيما ما يتصل أو يرتبط بجوهر كل منها، مستوحين أهدافها وطبيعتها الأكاديمية والأخلاقية من خلاصات وردت في ثنايا كتاب دين العقل وفقه الواقع. شكرا جزيلا. سعدت مساء حضور الكرام. من دواعي الشرف والفخر والاعتزاز أن يسمح لي بالمداخلة في جهد قيم لأستاذ عزيز وأخ عزيز أيضا أبو ياسر. لدينا أبو ياسر الاسم الحركي. الواقع كتاب الدكتور عبد الحسين ذو منهجية استقرائية تحليلية جادة وجديدة وجريئة لموضوع مهم يتعلق بمنظومة الدين والفقه جزء منه. تحليل الكتاب بشكل عام يشير إلى إثارة إشكالية الحداثة والتقليد، مشكلة الوعي بالتاريخ والاجتهاد بالإسلام. هل الإسلام دين أم دين ودولة؟ الفتوى الطائفية والمواطنة، الأوقاف، الخلاف في مسائل الأحوال الشخصية وانعكاساتها في التشريع العراقي، العصمة والمعصوم. هذه موضوعات أنا اخترتها للإشارة إليها لأنها مهمة جدا وحساسة وحيوية. مثلا مسألة الإسلام دين أم دين ودولة كان محل نقاش مستفيض أدى به الأمر إلى حد سفك الدماء لدى من يقول أنه دين ودولة، ولدى من يقول بأنه دين فقط. الفتوى وإشكاليات الفتوى
في العالم الإسلامي مشكلة كبيرة الفتوى. لحد الآن لا توجد هنالك أو لا يوجد هنالك اتفاق على شروط الفتوى ومبانيها ومقاصدها والغاية منها ونتائجها. في بعض المجتمعات ما أسهل الفتوى في موضوعات، وفي بعض المجتمعات الفتوى تأخذ منحى آخر. مسألة الأوقاف وتدهور نظام الأوقاف. نظام الأوقاف من النظم الإسلامية الرائعة الاقتصادية والاجتماعية، لكن تدهور نظام الأوقاف، والعراق جزء منه والأقليم جزء منه. تدهور نظام الأوقاف بحيث لا نلاقي إلا قلة قليلة توقف أموالها، في خلاف بلدان أخرى. يعني تركيا العلمانية ازدهر فيها نظام الأوقاف، بالذات الوقف العلمي. الوقف العلمي وقف مزدهر في تركيا، لكن في العراق أتحدى إن كان هنالك يوجد وقف علمي. هنالك وقف ذري، ولكن نظام الوقف بحاجة إلى مراجعة وإصلاح ما يسمى بوزارات الأوقاف. مسألة الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية ولا تزال بدءا من 59، بعد ذلك 63 تعديل القانون، قانون 59 وقانون 63، بعد ذلك التعديلات الأخرى ولا تزال. وفي الأوقاف في العراق يعني في الأقليم حدثت تعديلات. معالي وزير العدل كان سكرتير البرلمان ويدري بالتعديلات اللي جرت على قانون الأحوال الشخصية، ولا تزال هنالك إشكالية خلافية. فمسألة جريئة تصدى لها أخينا العزيز الدكتور عبد الحسين. ينتهي بالمطاف إلى أن النص لا يمكن تغييره دين قراءة وإعادة قراءة له، أن النص لا يمكن تغييره، لكن الدين بين القراءة وإعادة القراءة له كيف هو يجيب على هذه الإشكاليات المهمة. أيضا سبق للمفكر الدكتور عبد الحسين في كتاب آخر بعنوان الإمام الحسن البغدادي مقاربات في سوسيولوجيا الدين والتدين التاريخ والسياسة أن تطرق إلى كان تمهيدا لهذا المشروع الحضاري الحواري الفكري، كما أشار أخي الدكتور شيرزاد في موضوع الدين العقل وعقل الدين، ما بين الدين والسياسي، جدليات الحوزة، وفكرة الجهاد الدفاعي والكفائي. فأؤكد من جديد أنه الدراسة جادة وجديدة، وإضافة لجهود سابقة في هذا المجال. أشير إلى بعض منها جهود حسين مروة في النزاعات المادية في الفلسفة الإسلامية ودراسته كإطار نظري دراسة منهجية في قضية التراث، بعيدا عن رؤية الأحادية الجانب وللدين وتيارات تحديث التراث، بذور التفكير الفلسفي الإسلامي بدءا من الشيعة، الخوارج، المعتزلة، التصوف، إخوان الصفا وخلان الوفا وغيرهم. أيضا الدكتور محمد شريف في كتابه تجديد الموقف الإسلامي في الفقه والفكر والسياسة أشار إلى أن موضوعة الفقه موضوعة قابلة للجدل في فقه المباني، فقه المعاني، فقه المقاصد، وملائمة الفقه مع الواقع كما يؤكد أستاذنا الدكتور عبد الحسين في ضوء الحكمة وفقه المصلحة وفقه العقل. فهذه موضوعات يعني تصدى لها بجرأة دكتور عبد الحسين. أيضا كتاب الدكتور فرج علي فودة قبل السقوط 1985. بالمناسبة فرج علي فودة اغتيل من قبل الإرهابيين أو المتشددين في عام في مصر. وأيضا حسين مروة أيضا يعني أنا أشير إلى شهداء مشاريع حضارية. فرج علي فودة تصدى لفهم السياسي وفهم رجل الدين ودور المسجد، إشكالية الحدود في الزنا والخمر وماذا شابه ذلك، وما هي أوامر القرآن والسنة، ما هي أوامر القرآن والسنة. في كتاب آخر للدكتور محمد شريف دروس في الانفتاح على الرأي الآخر، يشير إلى الفقه المستنير، الفقه المستنير، الإسلام المدني،
ويشير إلى مسألة مهمة: ثقافة حجرات العلم والحوزة العلمية. حجرات العلم السنية والحوزة العلمية الشيعية. ثقافة حجرات العلم يعني أغلبية علماء الدين لدينا ليسوا بخريجي كليات شريعة وأكاديميات، وإنما من الحجرة العلمية، من المدرسة يبدون، وأيضا في الفقه الشيعي حسب تقاليد الحوزة العلمية، إلى أن ينالون المرتبة الكبيرة وهي آية الله. أخيرا، كتابات سيد قطب سواء في ظلال القرآن ومعالم في الطريق، وأيضا رؤيا ابن تيمية للمقاصد في الإسلام. ابن تيمية يتهم بأنه شيخ التكفيريين، لكن من يتعمق في فكر ابن تيمية يرى خلاف ذلك، ليس هو شيخ التكفيريين. خطأ تم التوجيه. ابن تيمية ليس بشيخ التكفيريين، لكنه في الظروف التي اجتهد فيها ابن تيمية وبين فقه المقاصد من 150 فتوى أصدرها ابن تيمية الواقع يشير، لكنه جزء من حرب كانت في هذا المجال. أخيرا، الدكتور عبد الحسين استند على القرآن، على السنة، على الإجماع، على العرف، على قول الصحابة أو على شرع من قبلنا، وكذلك على المصالح المرسلة، سد الذرائع، استصحاب، وكذلك على القياس. فكتابه دراسة من جديد جادة وجريئة، وبحاجة إلى مزيد أن يلقى الضوء على هذا الجهد الفكري، سيما وأنه نمط جديد في الكتابات في هذا المشروع، وهو في حوار مع شخص أشار إلى أخي الدكتور أحمد المجيد يغرد خارج السرب، الإمام الحسن البغدادي. وأئمة الحوزة أئمة يلاحظ عليهم الانفتاح أكثر، ليس مجاملة، وإنما من خلال تعايش معهم انفتاح أكثر من شيوخ الأزهر. يعني كثيرين لو نوازن بين فتاوى الأزهر وفتاوى أئمة الحوزة هنالك بون شاسع، لكننا بعيدون جد البعد عن 4000 فتوى صادرة عن شيوخ الأزهر، وما قارب 3000 فتوى صادرة عن أئمة الحوزة. سنلاحظ البون الشاسع، ومع تقديري للاختلاف في هذا المجال، أتمنى لك الموفقية سيدي أبو ياسر، وإن شاء الله في مزيد من كتابات. وشكرا يا أخي العزيز. مساء الخير. قبل أن أقرأ مداخلتي عندي رجاء لكم، وهو السعي للاطلاع على هذا الكتاب الخطير والمهم، متمنيا أن تتم ترجمته إلى الكردية. وأعتقد أن قراءة هذا الكتاب ستزيد من سعة المعلومة في كثير من القضايا، وهذه أمنية، وأتمنى أن تتحقق وتكون واقعا في المكتبات وفي الأسر وعند الأسر. يسرني ويشرفني أن أساهم بمداخلة قصيرة بحق كتاب خطير في التناول، كتاب قيم جدا وقد يكون الأول من نوعه. أنا قرأته مرة ثم عدت قراءته مرة ثانية، وقبل أن أتي إلى هنا قرأته المرة الثالثة. استهواني الكتاب بكثير من طروحاته غير المقروءة سابقا، أقولها عن شخص تجاوز 70 من العمر وقرأ الكثير. يتحدث بجرأة عن العلاقة بين الإسلام بشموليته والمفاهيم العالمية السائدة بشأن المواطنة وحقوق الإنسان، وهو كتاب دين العقل وفقه الواقع. وشخصيا أجد أن هذا الكتاب تناول بمنهجية وحيادية الأطر الإشكالية المتمثلة بالعلاقة الجدلية ما بين الدين والتدين، والإنسان والدين، والعلمانية والدين، والفتاوى والدين، والقانون برمته، وغيرها من المواضيع المهمة
التي تثير فضول القارئ وتدعوه إلى قراءة هذا الكتاب المتميز. عنوان الكتاب مهم جدا ويحمل الكثير من المعاني، وبالعنوان فضول شاسع المدى لمعرفة ما يريد المفكر القدير الدكتور عبد الحسين شعبان من إيصال رؤى يجد أن معظمها حلولا لما يعانيه المجتمع الإسلامي في ظل تداعيات بعضها موضوعي والكثير منها ذاتي. ومعروف لنا كقراء وصحفيين وإعلاميين دقة اختيارات دكتور شعبان لعناوين كتبه وأبحاثه ذات الأبعاد الفكرية والفلسفية والاجتماعية. وفي رأيي الشخصي أن العنوان الجاذب ينمي الرغبة لدى القراء في المتابعة والاستزادة والمشاركة النفسية مع النص. إن إخواني الأعزاء، خواتي العزيزات، إن القراءة هي الحياة وهي مستشفى العقول، بل هي نبضات أخرى يضيفها القارئ إلى حياته من خلال الاطلاع على عصارة الخبرات والأفكار التي يضعها الكتاب في كتبهم، فيكتسب مزيدا من الأفكار الفكرية والقدرات الإدراكية في النقد والتحليل. ومن هنا قدم لنا المفكر الدكتور شعبان في كتابه القيم أبرز مزايا وفوائد الاستلهام في جدلية القراءة الواعية في موضوع شائك كما قال الزملاء قبلي. ابتعد عنه الكتاب خوفا مرة ومهابة مرة أخرى، فأخذ القارئ إلى عالم يحيا به ويعيش كل تفاصيله في محاولة أن يجعله قادر على التفكير المنطقي والسليم في كل موقف يتعرض له، والتعامل معه بموضوعية الدين والفقه بعقل وحكمة بالغة بعيدة عن الطروحات التي تدق الأبواب من خلال أجهزة الإعلام والتواصل الاجتماعي والفضائيات، والساعية عن خبث أو عن جهالة مسببة ناقوس خطر مجتمعي وتدمير الآخرين. إن أهمية كتاب دكتور شعبان تكمن في كونه طرح جملة من القضايا والإشكالات المثيرة للجدل في حوار عميق مع السيد أحمد الحسني البغدادي، وهو فقيه مجتهد وصاحب رأي شجاع، وخلص إلى استنتاج مهم بعد 18 مناظرة تدل عناوينها على شمولية تكاد تكون تامة في أن المشكلة لا تكمن في الدين وإنما في أشكال التدين. وقد توقفت مليا على الصعيد الشخصي عند قول الدكتور شعبان أنه لا يوجد دين سيء وآخر جيد، وأن المشكلة ليست في الدين أيضا بل في توظيفه الأغراضي وبعض أشكال التدين التي تتعارض وقيم التقدم، كما أن الإيمان دون عقل سيقود إلى يقينية صماء وقد تصل في بعض الأحيان إلى الإرهاب. وهو يرى في هذه النقطة أن الفقيه البغدادي يتوافق معه في الكثير منها، خاصة الذين يدعون الإيمان وما أكثرهم، ويزعمون التقوى وما أكثرهم، والورع الديني وهم بعيدون عنه. كما يرى المفكر شعبان في كتابه هذا أن هناك ترابطا بين التاريخ والاجتهاد، فالوعي بالتاريخ لا يعني استعادته بل استحضار تجاربه بما يفيد الحاضر والمستقبل، وهذا جزء من مهمة الاجتهاد، وهو ما يؤدي إلى تجديد الخطاب الديني. فلا تجد تجديد دون اجتهاد، أي استنباط الأحكام وفق المتغيرات والمستجدات والتطورات التي تحدث في المجتمع، حيث أن تتغير الأحكام دائما تتغير بتغيير الأزمان حسب القاعدة الفقهية المعروفة. ويتساءل الدكتور شعبان في مقدمة كتابه، وأنا توقفت كثيرا عند هذا التساؤل، عن موقف الإسلام من العلاقة، عن موقف الإسلام من الحداثة، وكأنه السؤال الإشكالي القائم: هل إن العلاقة اليوم بين وعينا الفكري وتطبيق حرفية النص تؤدي إلى النتيجة المطلوبة ذاتها في زمن الوحي الأول والمتلقي الأول؟ إن الكتاب لمن يقرأه يجده في التصنيف العلمي مندرجا ضمن نطاق علم
الاجتماع السياسي في بعده الديني، فثمة فقه وفقهاء، وثمة نظرات في أثر الفقه والفقهاء على المعلومات الأساسية للمجتمع. ومع ثقتي الشخصية بأن نهج الدين الإيماني مختلف عن نهج الفلسفة العقلاني، ففي الدين تقديم للإيمان على التعقل، بينما في الفلسفة تقديم للتعقل على الإيمان، وقد يكون لكل منهما أسانيد ومقولات ثابتة لا شك فيها، بينما كلمات الفلسفة متغيرة وقابلة للنقد والتشكيك. ولست مغاليا بقولي أن المفكر شعبان كان سعيدا بما أنجز، فرسالته واضحة، وهي الدعوة إلى مزيد من دين العقل، فالعقل كما يقول أساس الدين، ولا دين حين يتعارض مع العقل، ويعتبر الاجتهاد أساس العقل، والأديان تعلم الحب والقيم الإنسانية العادلة، ولا دين حين يكون عنيفا وقاسيا وظالما وغير إنساني. في الختام أقول إن الكتاب إضافة مضيئة للمكتبة العربية والإسلامية، فتحية لكاتبنا الكبير الدكتور عبد الحسين شعبان، وللفقيه البغدادي، ولهذا الحضور الذي مكنني من استعادة أنه هذه الجلسات قد تؤدي إلى شيء كبير جدا في حياتنا العامة. وشكرا لكم. والله يبعد عنكم المشاكل، أعاني منها كثيرا عندما نتحدث عن كتاب بالجمهور الحضور لم يطلع على هذا الكتاب. وعادة تحدث هذه وتصير من يصير حفل توقيع كتاب المحقبين أو مدير الندوة تسمعوني بوادي والحضور بوادي آخر، مشكلة، لأن هذا مثل ما يقول ألبرتو مورافيا، الكلام بالفراغ يتكسر. حديث عن هذا الكتاب، وعذر حماستي، مهما تتحدث عنه ستكون إلى حد كبير غير مدرك لما تناول هذا الكتاب. أدعي لنفسي وقلت ما قاله أندريه مارلو عندما قرأ مذكرات أندريه جيد، قرأ مذكرات أندريه مارلو، يقول لقد مللتها لفرط غناها. وأنا ضمنت هذه العبارة في مقالي الأول المنشور في ثقافة جريدة القادسية يوم 2/1/2022، مقالة أنا ما أحب أسميها دراسة، يعني أميل للحوار وأميل المهم هذا مو موضوعنا. لم أكتفي بذلك المقال الذي تجاوز 1500 كلمة، وعندما وجهت إلي هذه الدعوة الكريمة لم أعد إلى ما كتبته في ذلك المقال، لأنني أردت أن أضيف أكثر. سأقول كلمة وأنا أيضا يعني مسؤول عنها، وهذا لا يزعل، يعني ما يزعل الباحث والكاتب. ما قرأته في المتن فأفادني كثيرا ما قرأته في السجال والحوار، المناظرات قابلة للأخذ والعطاء. من يقرأ هذا الكتاب كما قرأت أنا، المتن يغنيك عن قراءة ما يقدر بأكثر أو أقل من 1000 كتاب. لذلك على يعني أدي وقت المعدوم. الشجاعة في أحيان كثيرة هي أن تكون على قيد الحياة. الكاتب الذي لا يتمتع بالشجاعة ولا يتمتع برهان يكسب الرهان عليه أن يعتقد أكو مشكلة. لذلك هاي المداخلة مالتي اسمها الثقة والرهان في تجليات كتاب مناظرات دين العقل وفقه الواقع. إن من المؤكد ليس هنالك شيء مؤكد. هيجل. يتجلى جهد الباحث والمفكر الموسوعي الدكتور عبد الحسين شعبان في سعي مناظرته مع الفقيه السيد أحمد الحسني البغدادي عبر ما حوى كتاب دين العقل وفقه الواقع الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت عام 2021، تواريخ هنا مهمة، والذي كان لنا معه وقفة تداولية استشفعت
بتناول جوانب من رواسي هذا الجهد الكبير والمثمر والموثق بالثقة ومناسيب الرهان على تحقيق معادلة دالة عن قيمة وعمق ومهارة الباحث القائمة على جدارة جرأته وثقل أهمية موضوعاته على هذا النحو الموضوعي والبارع تحت مظلة عنوان، هذا مقالي، في خضم الجري لتتبع مخرجات هذه المناظرات المتسمة بالشجاعة ودقة التصويب ما بين مرجع ديني جليل فقيه وعالم وبين باحث ومفكر حصيف ساع ومجرب بالوصول إلى جوهر الحقيقة لتحقيق ذلك عبر مسالب طرح مناقشات موضوعات في مرامي تلمس وتتحسس جسم وأنفاس قضايا كثيرة لم تحسم بعد رغم تقادمات الزمن وتقاطرات أثر وفعل الحضارة الإنسانية على مختلف آفاق وأبعاد تطوراتها وسباقات اكتشافات علمية ودقيقة. يجدر أن نذكر مجددا مقتربات ما ورد على هذه الشاكلة في مقال سابق لنا كما قلت في جريدة القدس العراقية دستور يوم 1/2/22 تحت عنوان وتحت مظلة عنوان شواغل الحيرة شوائك الاغتراب في مناظرات كتاب المفكر عبد الحسين شعبان دين العقل وفقه الواقع. لما يشهده عالمنا اليوم براهنية تطورات العلوم والمعارف السريعة والهائلة وبالتسابق ما نتج من اجتياحات ثورة التطورات الرقمية الديجيتال التي شملت جميع مفاصل الحياة وحقيقة ما تحقق في واقع تقنيات وسائل الإعلام والاتصالات وتنامي مواقع التواصل الاجتماعي للحد الذي جعل من العالم ليس قرية صغيرة بل زقاق في شوارع فرعية. وإذا ما كان الوضع الاغترابي يشكل هاجسا عاما يحيط بمجتمعاتنا ويغلفها بالحيرة والغموض، فإن ما يعيشه الوسط الديني، شو الملاحظة عظيمة، من اغتراب نوعي يأتي على درجة أشد وأعتى حدة واستقطابا بحسب توضيح وتوصيف ما ورد في مستهل كتاب دين العقل. المقدمة مذهلة، صفحة ونص تختصر الكثير من الأشياء، وهنا يعني اتضحت ملامح الشجاعة في الحوار مع الآخر مع الإمام الحسن البغدادي الصادر عن وراء عبد الحسين شعبان مناظراته البالغة 18 مناظرة وفق ما هو مرقم ومبوب ومعنون، بدءا بمناظرته الأولى الإيمان واللا إيمان وانتهاء بالأخيرة علم الغيب، عندما أطلق عليه على سبيل التمهيد التي جاءت بمثابة مقدمة حفلت برؤية بانورامية هي جوهر، يعني هي بالجوهر خلاصة لمجمل رؤاه التنويرية في مساعي الإفصاح والإيمان بأهمية الثقافة المدنية الساعية لقيام دولة مدنية تحترم الجميع وتضع مساحة واحدة ما بين الأديان والإثنيات وجميع المجموعات الثقافية. يرد هذا الكلام في صفحة 14 بتوضيح انهماكاته من خلال ترسيم حدود القسم الأول من كتابه منضويا تحت وضع الإطار المنهجي والمفهومي. أعتقد ما أعرف نتحدث عن هذا الدكتور الشرزات لمجموعة محاور لعناوين تساوقت وتسايرت مع توجهات جهود وتحايثات نقدية شاء أن يؤطر لها بوضع مدخل عام. راح أكمل. أجد من المناسب التذكير بتلك المناظرات والمطارحات التي سعى إلى خوضها الدكتور شعبان أيضا مع الفقيه السيد أحمد الحسن البغدادي الحفيد. هذا حفيد، بس أكو كتاب ثاني بال 2018 مع الجد زين اسمه سوسيولوجية الدين والتدين، أو أعتقد أني تناولته مرة في كتاباتي، الصادر عن دار إحياء تراث الإمام البغدادي في النجف الأشرف عام 2018. ليش قلت لكم العناوين مهمة؟ زين حول القسم الأول فيما يجال بالإطار المنهجي والمفهومي قدحات وإضاءات لجملة من موضوعات في ظني قد مهدت لكيفية قراءة سبل الطرق والمثابات التي انتهجها وشاء أن توقف عندها قبل الشروع بتلك المناظرات المواجهة والجريئة للحد الذي ما برح يداني تخوم المقدس وحواجز التابوهات بوافر من جرأة وجهد وإجراءات تدقيق وتحليل للكثير من مآثر الجدل والتعمية والغموض الذي اكتنف
موضوعات تراوحت وتناظرت ما حول الدين والإرهاب، الدين والعنف، الدين المقدس والمدنس، في النقد والنقد الذاتي لرجال الدين وليس الدين، وفي نقد مبدأ التقليد، وهل الفتوى ضرورية، وعن الطائفية والتمذهب والأوقاف الإسلامية وإشكالاتها، الشيعة السياسية، البيت الفدرالية والفدرلة والتقسيم ومصادر التشريع، الإجماع والشهرة، الردة والمرتد وما في حكمها، وهل المرأة عورة وناقصة عقل ودين، وفي النجاسة والطهارة، فقه المخارج والحيل الشرعية العصمة والمعصوم، فضلا عن موضوعات علم الغيب كما قلت لكم. هذه المناظرة الأخيرة، والإيمان واللا إيمان، ثم الكثير مما تحلل وترشح وتبرعم من ثانويات فروع ونتوءات أغصان نتجت عن عموميات عناوين تلك المناظرة. لي بعد كل هذا بأن ألمح هنا وأشير من جانبي إلى دواعي وأسباب غياب واحدة من أهم المحاور الأساسية الواردة والحساسة في معيار حياتنا ومعاناتنا اليومية، أعني ما يتعلق بموضوع ما يعرف بالضلالة، وكذا الموضوع بالنسبة للإلحاد، حتى بعد فيما إلى ذلك أيضا موضوع الخرافة. أنهيت كلامي وأنهيت مداخلتي. ثم التعريف رائع ودقيق للعظيم والعظمة لله كارل ماركس، يعرف الخرافة على أنه عملية استخدام العقل بطريقة غير عقلانية، ثم أنه يعلن بصراحة أي حرب ضد الخرافة هي حرب خاسرة. شكرا لكم، شكرا جزيلا. الأستاذ حسن حضن عميد روزنامه‌نویس دوستی دکتۆر حسین مستاش نوبەی خاوەنی کار و قەزیە خۆیەتیکایە جەنابی دکتۆر حسین شعبان قسە بکات. أيتها السيدات، أيها السادة، أحييكم في هذه الأمسية الأربيلية الكردستانية الجميلة والعميقة، خصوصا وأنا أجتمع مع أصدقاء وصديقات وأحبة عشت معهم لسنوات طويلة، خصوصا وأن الموضوع الذي نتحدث عنه يهمنا جميعا ويواجهنا جميعا كتحديات وتحديات كبرى. وأجدني محرج وقلق وأشعر بمسؤولية أكبر بما قيل بحقي من كلمات من الزملاء الذين توالوا على المنصة للحديث عن الكتاب. مثل ما قال الأستاذ حسن عبد الحميد، كنت أتمنى أن الكتاب يكون قد قرئ ثم تأتي المناقشة، ولكن للضرورة أحكام كما يقال، في ظل هذا التباعد وفي ظل أن سوق الكتاب وحركة الكتاب ليست سهلة كما تعلمون. هذا أحد التحديات التي تواجه العقل، فكيف يمكن بحث مسألة تتعلق بالعقل وبالدين وبالتدين من خلال الحوار؟ ولكن شفيعي أن هذا الحوار مع نخبة معرفية ثقافية متميزة لها مشاركات ولها مساهمات كبيرة على صعيد عقود من الزمن، وأنا أعرف الغالبية الساحقة من الحاضرين، لهذا ربما سهل علينا فتح مثل هذا الحوار بوضع العناوين الرئيسية في هذا الحوار كمنطلقات أو مجسات للحديث عن القضايا ذات البعد الإشكالي، وكونها أيضا مشكلة في نفس الوقت. هي إشكالية أي بروبلماتيك and problem، وهي مشكلة في الآن ذاتها، خصوصا موضوع العلاقة بين الدين والعقل. الدين والخطاب الديني مثل الموسيقى يدخل إلى القلب قبل أن يمر إلى العقل، يذهب إلى القلب. ولذلك خطورة الخطاب الديني أنه يؤثر على العواطف، على المشاعر، على الغرائز، أحيانا يدفع ناس
إلى التضحية بالنفس أحيانا بطريقة انتحارية أو غير انتحارية من أجل فهم ما أو طريقة ما لفهم الدين. وهنا تأتي هذه الخطورة، خصوصا بتغييب العقل. والمعري هو صاحب القول الشهير: أيها الغر إن خصصت بعقل فاتبعه فكل عقل نبي. العقل هو النبي، العقل هو الهبة الربانية التي منحها الله لنا. وكيف يمكن أن نستخدم هذا العقل باتجاه المدنية وباتجاه الحداثة وباتجاه العدل وباتجاه المساواة وباتجاه الحرية وباتجاه الشراكة والمشاركة، وهي مبادئ أساسية في قيم الدولة الحديثة، قيم الدولة العصرية. وأنا لا أقول دولة دينية ودولة مدنية، أقول دولة قانونية. والدولة القانونية بالنسبة لي تقوم على مرتكزين أساسيين. مرتكز الأول المشروعية، أي المشروعية القانونية، أي حكم القانون. والمرتكز الثاني وهذا مهم هو الشرعية، أي الشرعية السياسية. والشرعية السياسية تأتي من عنصرين أساسيين: رضا الناس أولا، إذا الناس ما قابلين على الحاكم غير شرعي. والشيء الثاني المنجز، هل حقق هذا الحاكم منجزا ما لكي يجعل الناس على الأقل يفاضلون بينه وبين حاكم آخر على أساس شرعيته بما قدمه من منجز. هذه منطلقات أساسية بالحديث عن الدين والتدين والدين والعقل والدين والواقع والدين والعلم والدين والقانون والدين والتربية والدين والمجتمع والدين والحياة. لهذا أقول لا يوجد شيء خارج الدين. يقول لي البعض: لماذا يعني أن تهتم بالدين وكأن الدين شيء طارئ في حياتنا، في حين أن الدين يطبع كل شيء في حياتنا، وعلينا أن نتعامل مع الدين كظاهرة، لا أن نصبح ضده ولا أن نقبل بما يقدره من أحكام. لكن هذه الظاهرة جزء من الظواهر الاجتماعية، وهذه الظواهر الاجتماعية علينا أن نتعاطى معها من أجل توظيفها بالاتجاه الصحيح. في الواقع قصة هذا الكتاب تقوم على عدد من المناظرات والحوارات والجدل الطويل بيني وبين السيد أحمد الحسن البغدادي. والذين لا يعرفون السيد أحمد الحسن البغدادي هو آية الله، ولديه منزلة علمية منذ عقود من الزمن. وعائلته جده الأقدم السيد محمد الحسن البغدادي يعتبر أحد فقهاء الحوزة العلمية الكبار في النجف منذ العشرينات إلى أن توفي عام 1973. وكان لنا علاقة مع العائلة أيضا. عمي الدكتور عبد الأمير شعبان كان طبيبه الشخصي، ثم تولى بعد ذلك ابن عمي الدكتور ناهض شعبان أصبح طبيب الشخصي للسيد محمد الحسن البغدادي. وهذه العلاقة تسمح لنا أيضا بإجراء مثل هذا الحوار، علما بأن العديد من آل الحسن البغدادي هم كانوا على ملاك اليسار وعملوا معنا في صفوف الحزب الشيوعي لفترة من الزمن. لهذا الحوار كان سالكا وإن كان صعبا أحيانا. بدأنا من الإيمان واللا إيمان، من هو المؤمن ومن هو غير المؤمن. قلت له: كيف تضع نفسك كمؤمن وكيف تصنفني غير مؤمن؟ أنا شخصيا تأتيني إشارات غامضة من السماء تشعرني بالطمأنينة وبالراحة النفسية، وبالتالي على الرغم من أنني لا أؤدي الفروض ولا أقيم الطقوس ولا الشعائر، لكنني أشعر بهذه الراحة النفسية، هذه الطمأنينة الروحية، خصوصا لاقترابي من العدل
من الدفاع عن المظلومين، من الدفاع عن الكادحين. أشعر هذا الشعور الإنساني يملأني. كيف تستطيع أن تثبت لي أنك مؤمن وأنني غير مؤمن؟ يمكن أن تقول لي أنك مسلم، ولكن هناك فرق كبير بين الإيمان والإسلام. قد تكون مسلما تؤدي الطقوس والفرائض، وقد تذهب إلى كربلاء مشيا على الأقدام، وقد تأكل ما يقدم في عاشوراء أو تطبخ أو كذا، ولكنك لا تستطيع أن تؤكد لي أنك مؤمن. هناك فرق بين الإيمان وبين الإسلام. هذه كان منطلق الحوار بيني وبين السيد الفقيه أحمد الحسني البغدادي، وتقبل ذلك بروح رياضية عالية، الأمر الذي فتح شهيتي لحوارات أعمق وأطور وأكثر جدلية بيني وبينه. من جملة الحوارات حول الدين والإرهاب، كيف يقرأ النصوص القرآنية، وكيف يفسر النصوص القرآنية، وكيف تؤول النصوص القرآنية. إذا كانت النصوص لا تغير النصوص، ولكن طريقة قراءتنا للنصوص هي المتغيرة، طريقة تفسيرنا للنصوص متغيرة، طريقة تأويلنا للنصوص ستكون متغيرة. عاداتنا وتقاليدنا قبل 200 عام هي غيرها الآن، وغيرها ستكون بعد 200 عام على سبيل المثال، لأن مبدأ فقهي يقول تبدل الأحكام بتبدل الأزمان. عندما يتغير الزمن يتغير الحكم الذي يقرر في فترة زمنية معينة. الدين والعنف على سبيل المثال، هل الدين عنفي؟ هل الله عنفي؟ كيف يستطيعون أن يخيفون الإنسان بالعقاب؟ بعض المسلمين أو بعض حتى المؤمنين بين قويسات يخافون من العقاب فيؤدون الطقوس الدينية ويذهبون إلى الحج ويقدمون الزكاة، ولكنهم لو شعروا بالطمأنينة الروحية خارج هذه نظام العقوبات ربما لا يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب تقربا من الله وتقربا من الحقيقة التي يعتقدون أنها متوفرة هناك. ثم الدين وبين المدنس والمقدس. ما هو المدنس وما هو المقدس؟ كيف يمكن التعامل في النقد الذاتي لرجال الدين؟ وتركته على سجيته رغم أنني أعرف المؤسسة الدينية وما فيها من إشكاليات وما فيها من مساوئ أيضا، إضافة إلى ما فيها من إيجابيات، لكنني تركته على سجيته ليتحدث عن النقد الذاتي لرجال الدين، خصوصا مساومة العديد من رجال الدين. وطبعا بالإسلام لا يوجد رجال دين وإنما يوجد علماء وهم قلة، ويوجد دارسين وطلبة وباحثين في العلوم الدينية، ليس مثل المسيحية. أقول أن هذه العلاقة هي علاقة مهمة، خصوصا عندما تأتي على لسان رجل الدين نفسه الذي يعرف الكثير من مساوئ المؤسسة الدينية التي ساومت أحيانا مساومات كبيرة، خصوصا عندما حصلت بين الحاكم وبين المؤسسة. الحاكم أعطى المؤسسة أحيانا ما تريده من حق التحكم بما يسمى بالحقوق الشرعية دون تدخل، والمؤسسة الدينية منحت الحاكم حق مطلق في الحكم دون اعتراض ودون أي نقد
لما يقوم به الحاكم. هنا حصلت المساومة التاريخية، وهناك العديد من التجارب لدينا الكثير منها. ثم دخلت معه: هل التقليد في الفقه الشيعي هو واجب أم أنه ابتداع من جانب فقهاء؟ ورأي الفقهاء يتغير. الفقيه قبل 1000 سنة يختلف عن الفقيه اليوم بما يقوله من أحكام، وحكم ينقض حكم، وهكذا هي الحياة، لأن الحياة متغيرة، وبالتالي الأحكام ستكون متغيرة وآراء الفقهاء ستكون متغيرة. لذلك توقفت عند نقد مبدأ التقليد، أنني أنا فلان المواطن المسلم المؤمن أأتي وأفوضك وآخذ بما تقرره أنت من أحكام، وأنت بشر وأنا بشر، والبشر خطاؤون، لا فرق بين رجل دين وآخر. ربما الكثير من رجال الدين لا يعرفون يعني فيما يتعلق بالعلوم والمعارف إلا بحدود بسيطة، في حين أن العلم والثقافة والمعرفة هي أوسع. وعلى حد تعبير رناشو هناك 3 أركان: المعلومة، ثم المعلومة توفر المعلومات توفر معرفة، والمعرفة توفر الحكمة لاحقا. وسألته ودخلت معه في نقاش مطول عن الفتوى. هل الفتوى ضرورية؟ من قال أن الفتوى ضرورية؟ من يحق له أن يفتي؟ ماذا إذا كان الذي يفتي جاهلا أو يثير فتنة أو يحدث شرخا في الوحدة الوطنية أو يسبب في احتراب أهلي؟ كيف يحق لك أن تدعي أنك مفتي؟ وإذا تركنا هذا الأمر للعامة، كل شخص يريد أن يفتي، لأن لكل شخص عقل، والعقل يستخدم، أنت تستخدم عقلك والآخر يستخدم عقله، ولكننا في عصر العلوم الآن، عصر التكنولوجيا. احنا الآن بالطور الرابع من الثورة الصناعية، ربما دخلنا الطور الخامس من الثورة الصناعية. ودخلت معه أيضا في حوار حول المذهبية والتمذهب، كيف نعالج موضوع الطائفية والتمذهب في إطار الدولة. لماذا ننقسم هكذا عموديا ونحترب فيما بيننا وهو ديننا واحد بين طائفتين كبريتين في المجتمع العراقي على سبيل المثال؟ وهنا الفرق بين الدين الأيديولوجي وبين الدين الشعبي. دين آبائنا وأجدادنا كان دينا شعبيا، دينا ميسرا طبيعيا، يقيمون الصلوات ويؤدون الزكاة ويذهبون إلى الحج ويقدمون الخمس وغير ذلك، إضافة إلى التوحيد والإيمان بالنبوة واليوم الآخر. أكثر من هذا كان الدين معاملة كما يقول الرسول، وكان الدين عدل، وكان الدين عقل، وكان الدين حب. يقول الإمام جعفر الصادق: وما الدين سوى الحب. تعبير عن الحب. لنأتي إلى السيد المسيح سنعرف أحبوا أعداءكم، يقول إلى آخره. هكذا الأمر. إذن لابد من وقفة جريئة في نقد التمذهب ونقد المذهبية التي سببت شرخا اجتماعيا في مجتمعاتنا. واقترب مني في هذه المفاهيم التي دخلنا في حوار وسجال واشتباك أحيانا ودي على قاعدة قبول الآخر، وعلى قاعدة أن نحتكم إلى العقل، ما يقبله العقل يقبله الدين، ما يرفضه العقل لابد للدين أن يرفضه، لأن الدين لا يمكن أن يختلف مع العقل. إذا اختلف الدين مع العقل قد يؤدي إلى اختلاف مع الضمير، وإذا ذبل ضمير الإنسان فإن ليس هناك أيديولوجية بالكون، لا يسارية ولا يمينية ولا دينية ولا مدنية ولا قومية ولا غير قومية تحميه من المعاصي وارتكاب الجريمة.
إذا ذبل الضمير وإذا اختلف مع العقل يمكن لأي أحد لو سار على هذا الطريق تحت أي العناوين يمكن أن يقدم على الجريمة وهو بكامل قواه العقلية يعتقد أنه يمتلك الحقيقة ويزعم أن لديه الأفضليات لامتلاك هذه الحقيقة. جئت معه أيضا إلى موضوع الأوقاف وإشكالية الأوقاف خصوصا لجوانب عملانية. لماذا قسمت وزارة الأوقاف إلى وقف شيعي ووقف سني؟ ما هي وزارة واحدة تعنى بالشؤون الدينية، ثم بدأنا أوقاف مسيحية وأوقاف يزيدية وأوقاف يعني لكل الطوائف والأديان والمذاهب، وبدأت احترابات وبدأت عملية الفساد. وهناك أمثلة كثيرة موجودة استندت إلى آراء محاكم أيضا وإلى قضاء أيضا فيما يتعلق بما حصل للأوقاف من ادعاءات ومن مزاعم لا علاقة لها بالدين، وإنما مغالبة على أساس التمذهب وعلى أساس الطائفية. جئت معه أيضا هل الحكم الحالي هو شيعي؟ يقولون هكذا، هناك ثلاثية شيعة وسنة وأكراد. لو أردنا أن نقسم المجتمع العراقي إلى قوميات سنقول عرب هم يؤلفون الأغلبية الساحقة من سكان العراق 80% 82%، وكرد وهم القومية الثانية ولهم حقوق بالدستور ولهم الحق في تقرير المصير أيضا. وهذا القول أنا أقوله منذ 5 عقود ونيف من الزمان، ولهم حق في إقامة كيانية خاصة بهم دولة إلى أن تحين الظرف المناسب إلى أن يحدث توازن قوى على صعيد العراق وعلى صعيد المنطقة. عند ذاك سيكون لكل حادث حديث، والأمر مشروع في تبني فكرة من هذا النوع. إن آجلا أم عاجلا هذه الفكرة ستسود وستأتي، وعلينا أن نتعامل معها بجدية وبمسؤولية وبحرص وبرؤية مستقبلية استشرافية لكي لا يصاب أي هدف نبيل بالتصدع في لحظة من لحظات عدم القدرة في قراءة توازن القوى البالانس اوف باور. بهذا المعنى توقفنا عند هذه المسألة. هناك فارق بين الشيعة كطائفة كبرى والسنة كطائفة كبرى وبين الشيعية السياسية اللي هي محدودة تمثل مجموعة من الأحزاب السياسية الصغيرة تزعم أو تدعي أو تفترض أنها تمثل الطائفة، وهي لا تمثل الطائفة. الطائفة في مكان والشيعية السياسية في مكان والسنة في مكان كطائفة كبرى لها تاريخ وتقاليد وطقوس، والسنية السياسية في مكان. إذن الأمر جرى تسييسه مثل ما جرى أدلجة الدين على حساب الدين الشعبي، جرى أدلجة مفاهيم للدولة مثل ما حاول الإخوان في مصر أخونت الدولة وأخونت الجيش. جرت هنا تحت عناوين معينة تحت عنوان الطائفة وتحت عنوان التقاسم المذهبي الإثني والطائفي لإمرار مصالح سياسية ضيقة أنانية باسم هذه الطائفة أو تلك، أو باسم هذه الجماعة السياسية أو تلك. جئت معه أيضا إلى موضوع الفدرالية والفدرلة والتقسيم، وهذا من أعقد المواضيع التي دخلت معه في حوار حول مفهوم الفدرالية. عرضت له حوالي 40 دستور فدرالي وفوائد الفدرالية وتطور الحركة الكردية من مواطنة مطالبة بمواطنة وطن إلى الحكم الذاتي، إلى الحكم الذاتي الموسع، إلى الفدرالية، إلى مبدأ حق تقرير المصير لكل هذه القواعد تندرج تحتها، وإلى حوار العربي الكردي وما يريد العرب من الأكراد وماذا يريد الكرد من العرب. وبعد أن وافق وأيد العديد من الأطروحات التي تخص حقوق الكرد والموقف من الشعب الكردي، ثم عاد
في ختام هذا الحوار وقال: أرجوك لا تقنعني، دعني أفكر بما أريد. أي فيدرالية ستعني التقسيم، ستصل إلى التقسيم. ووقفنا عند هذه النقطة بعد حوار ستجدونه حوار مثير، ولكنه حوار مهم يعبر عن رؤية غير منظورة لواقع شعبي يفهم خطأ أو تصورا، أو لدى الثقافة السياسية السائدة ذات البعد المركزي الشمولي يفكر بطريقة من هذا النوع. لكن اعتبرت مجرد فتح الحوار وقبوله الحوار في هذه النقطة مثل تطورا كبيرا في رؤيته ورؤية رجل دين مهم للقضية الكردية ولموضوع حق الشعوب في تقرير مصيرها ولحق الشعب الكردي في تقرير مصيره. تعلمون أن قبل العام 92 لم تكن هناك حركة دينية قد قالت كلمة بحق الشعب الكردي على الإطلاق. راجعوا كل تقارير وبيانات وأنظمة داخلية للأحزاب الدينية والتيارات الدينية، لا تجدون كلمة واحدة قالت شيء عن الشعب الكردي، باستثناء تصريحات بسيطة هنا وهناك وهي عمومية، لكن كمنهج كبرنامج في حزب سياسي لا يوجد على الإطلاق. عام 92 صدر عام 82 عام 82 صدر بيان التفاهم عن حزب الدعوة، فيه إشارة أولية إلى أخواننا الأكراد، وكأنه الآخرين مش أخواننا الأكراد وحقوقهم العادلة أو شيء من هذا القبيل. بعد ذلك تعلمون حتى أيام المعارضة عام 92 لأول مرة يجري النص على حق تقرير المصير للشعب الكردي، وكان لي الشرف في صياغة هذا التقرير السياسي، وأثار هذا جدلا كبيرا حتى أن 5 من زعامات المعارضة دينية وغير دينية، دينية وقومية وغيرها، شكلوا وفدا وذهبوا إلى إمام جلال يطلبون منه أن يغير هذه الفقرة، لأن هذه الفقرة تعني التقسيم والتقسيم مرفوض وإلى آخره. فإمام جلال سحب قلمه من جيبه وكان يكتب بالقلم الأخضر وكتب: حق تقرير المصير دون الانفصال. وناداني فيما بعد وذهبت عنده إلى الغرفة وقال لي: أرجوك أن لا تعترض على هذه الصيغة. قلت له: هذه الصيغة غير قانونية، هذه الصيغة مقيدة، لا يمكن أن تقول حق تقرير المصير دون الانفصال. أما حق تقرير المصير أنت وفر الأرضية لحق تقرير المصير، مواطنة متكافئة متساوية، حكم ذاتي موسع، فيدرالية، غير ذلك. حق تقرير المصير لا يفترض أو يشترط بالضرورة الذهاب إلى تأسيس كيان مستقل، دولة، إلى آخره. ولذلك لاحظوا الوثائق التي صدرت عام 92 وهي مكررة بوثائق صلاح الدين، مرتان يأتي حق تقرير المصير مقيد ومرتان غير مقيد، لأن الكثير من المعارضة لا يقرؤون النصوص. فالذي جاء النص عاما ترك كما هو، وباستثناء ما وجدوه قيد، ولذلك قيد النص مرتان ومرتان ذهب النص على عموميته. توقفت عنده حول مصادر التشريع. ما علاقة الإجماع بالشهرة خصوصا في الفقه؟ كيف يمكن الحديث عن إجماع؟ ما هي مصادر التشريع؟ أولا مصادر التشريع القرآن، السنة، الإجماع، القياس. كيف يمكن أن تحقق إجماع اليوم؟ ما هي المعايير؟ وكيف تقيس حالة بحالة؟ لابد إذن من العودة للعقل، لابد من الاجتهاد، وهو يؤيد مبدأ الاجتهاد، ووضعناه وجئنا على مناقشة موضوع الردة والمرتد وما في حكمهما. هل جاء فعلا مفهوم الردة في القرآن؟ جاء نعم، ولكن هل وضع الحكم آنيا أم هو حكم مؤجل متروك إلى الله؟
هذا الأمر لو وضعناه في محاججة مع التيار الديني، خصوصا ما شاهدناه من تحريم وتكفير وتجريم وتأثيم، ليس فقط على لسان الأحزاب الإسلامية أو الإسلاموية، وإنما على لسان جماعات التكفير، على لسان الجماعات الإرهابية، على لسان داعش وأخواتها، الأمر سيكون مجادلة بالعمق مثل ما أشار الدكتور أحمد. هو جدال في المتن، وإن كان الحديث في الهوامش لكنه حديث في المتن أيضا، لأن ما هو مسكوت عنه، ما هو متروك، ما هو مجاملة بيننا كتيارات وكأفكار، هذا هو الذي ينبغي أن يشخص وأن نتوقف عنده في الحديث. جئنا على موضوع في غاية الأهمية: هل المرأة ناقصة عقل ودين؟ هل هي عورة فعلا؟ كيف تستطيعون أن تنسبون هذا الكلام للإمام علي؟ إذا كان هذا الاقتباس صحيحا، فهل يعني أن الإمام علي يقبل أن يعيش مع امرأة تطلقون عليها سيدة نساء أهل الجنة وهي ناقصة عقل ودين؟ ثم كيف يمكن لله أن يخلق نصف البشرية ناقص عقل ودين؟ الأمر مريب. إذن لا وجود إعادة قراءة هذه النصوص تسلحنا بوجهة نظر جديدة تنسجم مع واقع التقدم، لا نتلقاها بتلقينية ولا نقبلها كما هي، وإنما نفسرها ونخضعها لمعمل فيه تحليل لهذه النصوص وإدراك لمضامينها، لعناوينها، لمعانيها، إلى آخره. توقفت عند مشروعين مهمين: قانون الأحوال الشخصية لعام 59 ليعتبر متقدم، خصوصا موضوع الزواج، موضوع بلوغ المرأة 18 عام، موضوع الزواج المدني بالمحكمة، إلى آخره. وتوقفت عند المشروع الطائفي المذهبي الذي سبق لي أن حاورت وزير العدل العراقي فيه، لسمي قانون الجعفري للأحوال الشخصية، وهو بالمناسبة لا علاقة له حتى بالفقه الجعفري لو أعدنا قراءة الفقه الجعفري بقراءة حداثية تأويلية صحيحة. توقفت عنده في موضوع النجاسة والطهارة: من هو النجس؟ من هو الطاهر؟ هل المسيحيون أنجاس؟ من قال بذلك؟ هل النجاسة تنسب إلى الولادة أم النجاسة بالفعل؟ أي مخالفة القواعد العامة وارتكاب جرائم أو آثام هي التي تجعل الإنسان يخضع إلى شكل من أشكال العقوبة. على سبيل المثال، كيف تعاقب إنسان يولد تتهمه بالنجاسة وهو طاهر؟ والله خاطب الناس: يا أيها الناس، خاطب الناس، لم يقل المسلمون، لم يقل الإسلام فقط، خاطب البشر: وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى آخره. هناك العديد من الأحاديث النبوية. إذن الموقف من المسيحيين هو معيار ومؤشر لدينية الدين الصحيح وللتدين الصحيح، بدلا من التدين الأيديولوجي الممذهب الذي يقود إلى التفرقة والعنصرية والاستعلاء، خصوصا بزعم الأغلبية أحيانا. عدت معه إلى المناقشة السادسة عشرة عن فقه المخارج والحيل الشرعية. ربما لا تعرفون الحيل الشرعية. يأتي البعض يقول أنه يريد أن يدفع الحقوق إلى رجل الدين، وأنا أتحدث مع رجل دين، هذا هو المهم، ووافق معي بالكامل على هذه الفقرة. قلت له: والدي لا يدفع ما يسمى بالحقوق الشرعية إلى رجل الدين. مرة سألته في بداية شبابي: لماذا أسمع أنه جدي أو فلان أو فلان يدفع الحقوق الشرعية، لماذا؟ قال لي:
دينهم دنانيرهم، لا أدفع فلسا واحدا إلى رجال الدين. قلت له كيف؟ قال سأخبرك كيف. يأتي رجل الدين مثلا أنت من خلال تجارتك أو عملك ربحت 20,000 دينار في ذلك الزمان، فعليك لو أردت أن تدفع الخمس ستدفع 4,000 دينار. أنت شقيت وتعبت وخرجت في الليل والنهار والشمس والحر والبرد، وتأتي تدفع 4,000 دينار خمس المبلغ إلى رجل دين يجلس في منبره أو في مكانه أو في بيته. كل ما يقوم به أحيانا لا يتعدى بضع النصائح وبضع المواعظ، وأحيانا هذه المواعظ بعضها خاطئ أيضا. سيعمل معك صفقة بينك وبينه وبين الله، سيأخذ منك 4,000 دينار ويضعها تحت المندر الفراش، وبعد أن يأتي لك بالشاي سيأخذ منها 300 دينار أو 200 دينار أو 400 دينار ويعيدها إليك كهدية منه، وهكذا تتم الصفقة بينك وبينه، وهي صفقة لاستغفال الإله. هذا ما يسمى بفقه المخارج والحيل الشرعية، وهناك الكثير من الأمثلة التي ضربها لي هو بعد أن قدمت له هذه المقدمة. العصمة والمعصوم، هل هناك إنسان معصوم؟ هذا سؤال يجري طرحه. أنا أعرف، أنا أحترم المقدسات، هناك من يقول الأئمة المعصومين، ولكن عندما أحاكم هذه المسألة وأخضعها للنقاش مع فقيه ديني لا يريد أن يخرج من الدائرة هذه، وأنا لا أريد أن أخرجه، أريده أن يبقى في هذه الدائرة، لأن خروجه من الدائرة سيضعفه، سوف لا يكون مؤثرا. وجوده داخل هذه الدائرة هو الذي يؤثر داخل هذا الوسط الديني. لا يمكن مكافحة الجهل والتخلف والخرافة من خارج الوسط الديني، عليك أن تكون من داخل الوسط الديني إضافة إلى كونك من الخارج لكي تستطيع أن تؤثر داخل الوسط الديني، من التطبير إلى العشرات من الطقوس والشعائر التي تمارس. قلت له هل النبي محمد معصوم؟ هو يقول لا، أنا بشر مثلكم جئت ليتمم مكارم الأخلاق. هو يقول هو إذن بشر. وضربت له كيف استشار المسلمين وكيف خسر المعركة بسبب أن الرأي السائد كان مع النزول في حين تركت الظهور مكشوفة، فجاء المشركون واحتلوا المواقع، وتوصلنا من خلال المناقشة أن أقدس المقدسات هو البشر، والبشر غير معصوم. البشر خطاؤون كما يقول فولتير، وعلينا أن نأخذ بعضنا البعض بالتسامح. الأخ حسن أشار إلى ترجمة الكتاب، أو يمكن أستاذ زيد أشار إلى ترجمة الكتاب. فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي، الدولة والثقافة، ترجم بالمناسبة إلى اللغة الكردية وهو موجود باللغة الكردية، وكما أنه ترجم إلى اللغة الإنجليزية منذ 10 أعوام أو أكثر وهو موجود، طبعه دار آراس، فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي، الدولة والثقافة. وفي الخاتمة توصلنا إلى موضوع: هل يوجد علم الغيب؟ كيف يستطيع أن واحد أن يتصور ماذا سيحدث بعد 500 سنة أو 1000 سنة أو شيء من هذا القبيل؟ المسألة لا يتقبلها العقل. أنا أعرف في خوارق، أشياء خارقة، ولكن دلل لي لكي أقتنع. كيف أستطيع أن أقتنع بأحكام ستحدث أو حدثت بعد مرور 500 عام أو 1000 عام
أو شيء من هذا القبيل. أريد أن أختم أن هذا الشيخ هذا السيد كان ذا نكهة مملحة. أولا عادة رجل الدين مثل عادة بعض الحزبيين بالصرامة والشدة والزعم بالصلابة والكذا، هذا كان مرحا أنيسا تستطيع أن تمزح معه النكتة على لسانه، مثلما الكثير من بعض رجال الدين. أقول بعضهم كان متشددا، بس البعض. نقلت هنا حوار لي مع الشيخ عبد الزهرة عاتي، وهو أحد المعممين، أحد رجال الدين، جاء إلى بيروت. كنا في بيروت في الستينات، وأراد أن لأول مرة يزور بيروت، وأراد أن نأخذه إلى زحلة لكي يشاهد أين غنت فيروز وأين كان يأتي الشعراء وإلى آخره. فعندما ذهب إلى قلنا كيف نأخذك بعمامتك؟ اشلح العمامة ونأخذك معنا. فذهبنا إلى ترزي، إلى خياط، وخاط له بدلة خلال 48 ساعة و24 ساعة، وأخذناه إلى زحلة. فعندما شاهد الجو والنساء وكذا، فكتب قصيدة نشرناها في وقتها في جريدة الحياة اللبنانية: ومليح رمت وصله ما رأت عيناي مثله، قال لي إن رمت وصلا موعد العشاق زحلة. فهذا السيد كان من هذا الوسط الأنيس الذي يلطف لك الدين ويجعل الدين يجعل الدين مريحا أنت تتقبله، لأنه يعبر عن قناعة، وهذه القناعة هي جزء من عقيدة، وأنت عليك أن تحترم العقائد بغض النظر عن قناعتك أو عدم قناعتك، كما أنك تطالبه باحترام ما تفكر به. وهنا يمكن أن يكون هذا اللقاء، وهذا اللقاء تم على هذه القاعدة، وهي قاعدة أعتقد أنها قاعدة إنسانية. أنا أطلت، أشكركم والسلام عليكم وشكرا. استنتجت من خلال شروحاتك للكتاب، ولو اطلعت على قسم منها في إحدى الجرائد الخليجية نشرته، وكذلك تعليقات من الأخ أحمد عبد المجيد بما نشرته جريدة الزمان. في استطرادك للوجيه أو السيد البغدادي توقفت عند مسألتين مهمتين: مسألة الفيدرالية ومسألة قانون الأحوال الشخصية، وهي مسألتين في غاية من الأهمية. فجاوبك باستطراد حول جميع المسائل التي أثيرت من قبلكم، ولكنه الحق توقف عند كلمة التقسيم والفيدرالية. وهنا يذكرنا أو يرجعنا إلى ما دار من نقاشات بين الإمام الراحل الخميني وبين قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بعد انتصار ثورة الشعوب الإيرانية، حول المفاوضات حول منحهم أو منح الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقوق الشعب الكردي. فقال لهم الخميني بالحرف الواحد: إذا كانت كلمة الحكم الذاتي موجودة في القرآن فأنا أعطيكم إياه، فإن لم تكن موجودة فلا تطالبون بها. فباعتقادي إن السيد البغدادي يستدل في رأيه حول هذه المسألة، أي الفكر الشيعي أو الفكر الديني بالأحرى يمانع من مسألة في غاية من الأهمية في العراق، خلافا للنص القائل:
يا أيها الذين آمنوا جعلناكم من شعوب وقبائل. فهذا النص موجود لا يقبل التأويل. فلماذا توقف السيد البغدادي عن مسألة تقسيم؟ وهل باعتقادك أن السيد البغدادي مطلع على كيفية تشكيل الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي وكيف كانت؟ هل كانت هناك منذ الأزل دولة عراقية بالكامل كما هو موجود في الإطار العام؟ فهذا يحتاج إلى جواب، ويمكن يستوقفني هنا مرة أخرى حول ما يدور الآن من فكر الساسة الذين يمثلون الحكم العراقي وهم من الشيعة، يعني إجباريا يقولون إنهم مع الفيدرالية، ولكن في الواقع فإنهم يحاربون الفيدرالية وحقوق الشعب الكردي إلا كمواطنين صالحين كما يقال على لسان المشير عبد السلام محمد عارف. والمسألة الثانية قانون الأحوال الشخصية. جنابك واللي في عمري يعرفون أو يتذكرون ما صدر من ثورة 14 تموز، قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يساوي بين الذكر والأنثى، ولكن صدر فتاوى من قبل أئمة الشيعة ذاك الوقت، وجنابك تذكر، وعلى رأسهم الإمام محسن الحكيم، حول الشيوعية فكر وإلحاد ومحاربة هذا النص مال قانون الأحوال الشخصية. وفي 63 تحت ضغط الأحداث تم التراجع عن هذه المسألة واتبع قانون الأحوال الشخصية القديمة. فلهذا هنالك نقد أو إثارة السؤال من قبلي لجنابك، فلماذا لم تلح على مسألة التقسيم والفيدرالية؟ لماذا توقف؟ فهو باعتباره مجتهد كبير ومطلع على الفكر الإسلامي، على الفكر الشيعي، وهو مجتهد كبير، فلماذا توقف باعتقادك؟ وشكرا. تزمت الطرف العلماني بعض المتطرفين، وكذلك تطرف بعض رجال الدين أو فقهاء الدين، حيث يدعي كل من الطرف بأنه يملك الحقيقة المطلقة وغير مستعد أن يساوم عليها. وهذا أدى إلى أن لا تكون أن تفشل أو يفشل كل طرف من هذه الأطراف بأن يوصل رسالته إلى الطرف الآخر، وكذلك يوصله إلى الطرف الثالث أو المجتمع. يعني مثال الآن سيد الوزير عادل قاعد وكذلك الأخ في البرلمان، يدور الآن نقاش حول قانون العنف الأسري. حتى رجال القانون لا يستطيعون أن يوصلوا رسالتهم إلى الناس ويشرحوا هذا القانون ماذا يعني، إيجابياته سلبياته، والطرف الآخر أيضا لم يستطع أن يصل رسالته من الجانب الديني. فأصبح هناك تقاطع وخلق هذه إشكالية للناس حتى بدأت تفسيرات خاطئة. فحضرتك يعني كيف نستطيع أن نحل هذه الإشكالات؟ وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا سعيد في الواقع بهذه الإضاءات والإضافات، خصوصا أقول لو عدنا أيضا لقراءة النصوص ستجد الكثير من الإجابات موجودة في النص. أظن دعني أخرج من الحوار هذا اللي موجود في الكتاب إلى فضاء آخر. أظن أن هناك تقصيرا من الكرد بقدر ما هناك تقصير من العرب أيضا، المؤمنين بحق تقرير المصير. حتى الآن باستثناء اليسار العراقي وبعض الشخصيات، لا يوجد أصدقاء محددين ومستمرين للكرد. وتتذكر، وكان
كاكا دكتور شيرزاد يتذكر أنا اقترحت على قيادة الإقليم قبل 3 عقود من الزمن على تكريم الشخصيات العربية، جمال عبد الناصر، كامل التشادرشي، وكنت أأمل أن يكون حسين جميل أيضا، لأنه هو الذي كتب الدستور العراقي الأول بعد ثورة 14 تموز، والذي وضع فقرة تقول بشراكة العرب والأكراد في الوطن العراقي. وعزيز شريف باعتباره كان صديقا للكرد ومن أكثر العرب الذين قاتلوا من أجل حق تقرير المصير للشعب الكردي، وأضيف لهم لاعتبارات أخرى السيد محسن الحكيم. علما لم يكن هناك رأي محدد أو واضح، لم نقرأ في كل تاريخ المرجعية الدينية سوى إشارة واحدة أن القتال يعني لم يقولوا حرام، أن القتال غير محبب بين أو غير مقبول، مرفوض، نعم هكذا أجل النص. وهذه الإشارة لم تأتي في حينها، وإنما وردت في الثنايا لاحقا. طبعا هو ليس مقصود الأكراد، أيضا مقصود العرب، لأن قيل في ذيك الفترة كاكا ومحاسن، بمعنى من المعاني أهل الجنوب والكرد، كاكا ومحاسن هم ضحايا الحرب. طبيعي أي واحد لا يقبل بأن يذهب هؤلاء ضحايا. وأقصد نحن العرب أيضا مقصرون، لأننا لم نولي هذه المسألة الاهتمام الكافي. لذلك أنا استشعرت منذ وقت مبكر، منذ أكثر من 3 عقود من الزمان، دعوة لأول حوار عربي كردي في التاريخ. لم يجري حوار قبل العام 92 91 على 92، ودعيت 25 مثقف كردي، كل القيادات الكردية التي تعرفونها باستثناء جلال الطالباني ومسعود البرزاني ربما ما كانوا موجودين، بس معظم القيادات الكردية كانت موجودة في هذا الحوار. ودعوت 25 شخصية فكرية وثقافية عربية، بينهم 5 عراقيين، و5 عراقيين لاحظوا من أي اتجاهات. اليسار كان عامر عبد الله، هو يعني موجود حاضر، يعبر لا يمثل وإنما يعبر عن وجهة النظر اليسارية. وهاني الفكيكي عن البعثيين، وحسن الشلبي عن الاتجاه الليبرالي الموالي للغرب مع الولايات المتحدة، وعبد الكريم الأزري اتجاه ليبرالي حر، والسيد بحر العلوم مثل أو عبر عن الاتجاه الإسلامي المتنور الذي كان يؤيد حق تقرير المصير على يعني خلاف العديد من القادة أو السياسيين الإسلاميين. لذلك أنا أعتقد هذه مسؤولية على الطرفين. طرحنا مع سمو الأمير الحسن بعد تجربة الاستفتاء، وخشية من أن يحدث تصدع في العلاقات العربية الكردية، فكرة أن يجري حوار عربي كردي بدعوة مثقفين كرد ومثقفين عرب، بينهم عدد من الشخصيات اللي حاضرة هنا، سعادة البروفيسور دكتور شيرزاد، دكتور أحمد عبد المجيد، دكتور نجلة عقراوي، زيد الحلي، وآخرين من الكرد والعرب، من مصر، من سوريا، من المغرب، من تونس، وبالطبع عشرات من الشخصيات الأردنية البارزة، وزراء ورؤساء وزارات سابقين. وكان جوا وديا حميميا، وهي رسالة إلى أن ما حصل من تصدع لا يمكن أن يستمر، علينا تطويقه. دعونا إلى حوار آخر أوسع من هذا، حوار يمثل مثقفي الأمم الأربعة، كرد، فرس،
ترك عرب، أيضا كان برعاية سمو الأمير. وهناك مبادرات على هذا الصعيد في تونس وفي بلدان أخرى لا يتسع المجال للحديث عنها. دعونا من السليمانية في حوار سابق، ومن جامعة كويسنجر، وقبلها من جامعة صلاح الدين أكثر من مرة، إلى مأسسة هذا الحوار. لحد الآن هذا الحوار عائم، لا توجد مؤسسة راعية لهذا الحوار، عندها استراتيجية وتعرف ماذا تريد، بحيث يمكن البحث ليس فقط في الجوانب السياسية، في الجوانب الثقافية، ترجمات، أدب، فن، لغات، تراث، فولكلور، نحت، رسم إلى آخره. كل هذه الأمور يمكن أن نتبادلها عرب وأكراد. هذه هي اللي تعزز العلاقات. نحن فيما بيننا هناك مصائر مشتركة تجمعنا. هذه المصائر المشتركة أساسها الحرية والتنمية، حريتنا كشعوب، شعب عربي وشعب كردي، والتنمية. ما ممكن أن يحدث تقدم بالمنطقة دون التنمية، والتنمية بمعناها اللي حددتها الأمم المتحدة، التنمية الإنسانية الشاملة، أي التنمية المستدامة، سياسية وقانونية ودينية واجتماعية واقتصادية ونفسية وتربوية وصحية وبيئية إلى آخره. هذا الأساس هو الذي واجه المصلحون العرب منذ قرن ونيف من الزمان. سؤالان، سؤال التنمية وسؤال الحرية، وهما سؤالان متلازمان مترابطان عضويان. ربما هذه يعني فرصة مناسبة لأن نعيد طرح المسألة في مركز، ومع الصديق سرو قادر ومع جنابك يعني نقيب الصحفيين الكردستانيين الأسبق، ومع النقباء الحاضرين أيضا والوزراء والأصدقاء، أنه نحن نحتاج إلى مأسسة هذا الحوار. حبذا أن نبحث بتفاصيل أيضا لنجد المشتركات، نبحث عن المشتركات، وعلى حد تعبير يقول نعزز المشتركات ونقلص المختلفات، أو نعزز الجوامع ونقلص الفوارق. نحن أكيد مختلفون، ولكننا متفقون على أسس، على العيش المشترك، على التعاون. اليوم وغدا صارت دولة كردية أو ما صارت دولة كردية، نحن سنكون في خندق واحد بهذا المعنى، في إطار، في مركب واحد، شعوبنا في مركب. ما نقدر نغير الأكراد ونجيب مكانهم سويديين، ولا الأكراد يقدرون يغيرون العرب أو الترك أو الفرس ويجوا مكانهم دنماركيين أو نرويجيين حتى ينعمون بالحكم الذاتي أو بالاستقلال أو بالدولة الكردية المنشودة. هذا الواقع علينا أن ندرسه. لذلك هذه دعوة صريحة للإعلام أيضا. نحن بحاجة لمؤسسة ترعى هذا الحوار، تنميه وفقا لاعتبارات احترام الحق في الاختلاف، احترام التنوع، واحترام التعددية، والبحث عن المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. موضوع الأحوال الشخصية، أحوال الشخصية اقترب إلى حدود غير قليلة إيمانا بالمرأة، وأن المرأة متكافئة مع الرجل إلى حدود غير قليلة أقول، وخرج في هذا الإطار عن إطار المؤسسة الدينية التقليدية السيد البغدادي. حتى في قضية الفيدرالية ربما لم يستهويه اسم الفيدرالية. وأنت تعرف عندما قررنا في المعارضة بال92 جاءني 20 شخص يطلب مني تغيير كلمة الفيدرالية، مرة يقولون نسميها الاتحادية، مرة يقولون نسميها الولايات باعتبار بالدولة الإسلامية لها أساس، إلى أن قلنا هذه الفيدرالية بين قوسين الولايات، نزولا عند رغبة لم يصل مستواهم الفكري أو قناعتهم الشخصية إلى أن يتبنوا مشروع الفيدرالية
في حوار لي وأقول لك هذا مع أحد القيادات الكردية، قلت له: لماذا وافقتم على فيدرالية الجنوب التي دعا لها عبد العزيز الحكيم، السيد عبد العزيز الحكيم، والذي صدر قرار من البرلمان بإقرارها، ولكن هذا القرار أجل خلال 18 شهر ثم نسي القرار. هو القرار موجود، صدر عن البرلمان، لكن وضع بالأدراج، لم يسأل عن أحد. قال لي: لأنهم سيوافقون على الفيدرالية الكردية. قلت له: ومنذ متى كان السيد مع الاعتزاز والتقدير يعبر عن عرب العراق؟ أنتم تحالفتم مع نظام، هذا النظام قرر الحكم الذاتي لأول مرة، وباعتراف الجميع أن بيان داعش آذار كان خطوة متقدمة على صعيد الحل السلمي للقضية الكردية. انقلب عليه النظام. هل تعتقد أن فريق من الفرقاء في المؤسسة الدينية يمكن أن يكون هو الضمانة لتطبيق الفيدرالية؟ قال لي: ماذا إذن؟ من يكون؟ قلت له: ابحثوا في الفيدرالية مع عرب العراق، وعرب العراق الذين يؤمنون حقيقة بالحقوق الوطنية العادلة للشعب الكردي، حقوق غير قابلة للتنازل بهذا المعنى. هذا هو اللي أقوله. وطبعا نحن أيضا مقصرون، لأننا لم نشتغل بما فيه الكفاية مع عرب العراق لإقناعهم بحقوق الشعب الكردي وبحق تقرير المصير للشعب الكردي. لذلك هناك فجوة. الكثير من الأكراد عندما ناقشهم من أصدقاء الكرد أحيانا يستذكرون، لا يتذكرون من هم أصدقاء الكرد، لأن العلاقة عندما تقوم على مصالح آنية ستنتهي إلى حين. أما القناعات المبدئية هذه بعيدة النظر، هذه لا تتغير. يمكن نحن ننتقد بعض المواقف الكردية، ولكننا نقبل بلا قيد أو شرط بحق تقرير المصير وبحق الشعب الكردي في إقامة الكيانية التي يريدها وفقا لقناعاته ووفقا لظروف سلمية وطبيعية. وهذا الفرق بين الصديق، صديقك من صدقك وليس صديقك من صدقك إلى آخره. النقطة الثانية هي موضوع الأحوال الشخصية، أشرت لها. السيد الحكيم عندما طرح أو كرد فعل على قانون الأحوال الشخصية وعلى بعض الممارسات السلبية التي قام بها التيار اليساري والماركسي ب59، كرد فعل طرح فتوى بعنوان الشيوعية كفر وإلحاد. هذه الفتوى لم تلحق الضرر بالشيوعيين فقط، وإنما ألحق الضرر بالتيار الديني، لأنه كان صراع قائم بين معسكرين، بين الغرب والشرق، شيوعيين على ملاك الشرق والحركة الدينية اعتبرت على ملاك الغرب. ولذلك الكثير من المشبوهيات وعلامات الاستفهام الكبيرة جاءت إلى التيار الديني بسبب هذه الفتوى. وأريد أذيع لك سر أن عندما أصدر الحكيم تلك الفتوى كان السيد صاحب جليل الحكيم هو المسؤول الأول عن لجنة محلية النجف للحزب الشيوعي في العام 1959 وبقى إلى العام 61. والكثير من العوائل الدينية، وأنت تعرف الكثير من العوائل الدينية انخرطوا في صفوف اليسار وفي صفوف الحركة اليسارية. عجبتني كلمة أن التزمت كان من الطرفين. نعم، هناك ليس فقط سلفيون دينيون، وهناك سلفيون علمانيون أيضا، ومحاولة كل واحد يريد أن يلوي الحقيقة إلى جانبه أثارت وتثير إشكاليات. لأن من أين تأتي هذه الإشكالية؟ الإشكالية تأتي من التعصب.
أنت لو كنت متعصبا لتيار ديني أو لتيار علماني، هذا التعصب سيقود بالضرورة عندما يتحول إلى سلوك سيقود بالضرورة إلى التطرف، والتطرف عندما ينتقل إلى الفعل من الفكر إلى الفعل سيصبح عنفا، والعنف إذا ما ضرب عشوائيا سيصير إرهابا. أما إذا كان عابرا للحدود ويتخطى القوانين الدولية ويمارس أو يرتكب جرائم بحق الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم تهديد للسلم والأمن الدوليين سيتحول إلى إرهاب دولي. لذلك التعصب والتزمت لا يقتصر على الإسلاميين، وإنما علينا أن نقدم نقدا ذاتيا لبعض الممارسات باسم العلمانية أحيانا وباسم المدنية التي تثير أيضا حساسيات على هذا الصعيد. كيف نخرج من هذا الوضع؟ نحتاج إلى مزيد من التربية على قبول الرأي الآخر، نحتاج إلى مزيد من الوعي. الآن أكثر من 6 مليون أمي في العراق، في حين العراق في نهاية السبعينات توصل إلى شبه قرار بإنهاء الأمية. الآن العودة إلى الخرافات بسبب الحروب لم تبقي إلا الله، الحروب والدكتاتوريات والاستبداد لم يبقي إلا الله، فالناس لجأت في لحظة من لحظات ضعفها وفي ظل أوضاع معيشية صعبة وقاسية للغاية لجأوا إلى الله، والله وجدوه في هؤلاء رجال الدين الذين زيفوا لهم الدين وأظهروا الدين على عكس ما هو عليه. أشكركم مرة ثانية والسلام.